اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب اللي هنستعرض فيه اسرار سورة الضحى. سورة الضحى فيها اسرار كتيرة. هذا ليس تفسيرا، انا لست مفسرا للقرآن حاشا لله، ولكنها مجرد خواطر واستنباطات من وحي الايات الكريمة. لما قريت سورة الضحى بتدبر وجدت ان فيها 3 اسرار في غاية الاهمية. هنتكلم على سر واحد فقط في هذا اللقاء، وهو الغنى. اللي عايز يبقى غني، حضرتك عايز تبقى غني، كلنا عايزين الغنى. الغنى في كل شيء، الغنى في المال، الغنى في الصحة، في الرزق، في الاولاد، في الذرية، في الستر، الغنى في القبول، في النجاح، في التوفيق. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الغنى في كل شيء. ومعنى الغنى وهو زيادة في الشيء. ووجدك عائلا فأغنى، الآية 8 بنقراها كتير وبنسمعها كتير. النهاردة هنشوفها بشكل تاني، بشكل آخر. وكلامنا اللي هنقوله مش مجرد كلام، دي لازم تترجم لأفعال، لأننا هنطلع في هذا اللقاء بقانون. لو طبقنا هذا القانون إن شاء الله وبإذنه هيكون في غنى. يعني أنا عايز مال مثلا، هنطبق القانون. فين القانون؟ موجود في سورة الضحى. الآية 8 بتقول ووجدك عائلا فأغنى. فأغنى يعني زاد النعمة، زيادة في النعمة. الآية رقم 8 هذا باب الغنى. فين مفتاحه؟ مفتاحه في الآية رقم 11 من نفس السورة، وأما بنعمة ربك فحدث. هو ده المفتاح، وهو ده لو اتطبق هيبقى فأغنى. يبقى هذا المفتاح له سنون. وأما بنعمة ربك فحدث، الآية 11. هو ده مفتاح الغنى. ايه سنونه؟ سنون هذا المفتاح 2: بنعمة، وكلمة حدث. وأما بنعمة ربك فحدث. هو ده المفتاح، هو ده مفتاح الغنى. مفتاح الغنى أن تتحدث بالنعمة. ربنا ما قالش وأما عن نعمة ربك فحدث، أو قال وأما في نعمة ربك فحدث، ولكن ذكر حرف الجر بنعمة ربك فحدث. ايه السر؟ هنعرفه دلوقتي. تعال نشوف عملية التحدث دي محتاجة لإيه. يعني انت لما تتكلم مع حد بتتكون من ايه هذه العملية؟ عملية التحدث. عملية التحدث بتتكون من 4 اشياء. اول شيء وهو المتحدث. ربنا ذكره صراحة في هذه الآية 11: وأما بنعمة ربك فحدث. من المتحدث؟ أنت لا تتحدث. الدليل وأما بنعمة ربك، الكاف، ربك أنت المتحدث. وده الطرف الأول. طب الطرف الثاني وهي لغة الحديث. اللغة اللي هتكلم بيها ايه؟ طبعا كلنا متصورين ان اللغة هي اللغة العربية او الانجليزية او اي لغة بشرية متعارف عليه، ولكن ربنا حدد اللغة هنا في ايه؟ بنعمتي. يبقى بالنعمة هنا هي لغة النعمة. ثم الطرف الثالث وهو موضوع الحديث، ويصادف ان موضوع الحديث ايضا هي النعمة، ان تتحدث بالنعمة عن النعمة. طيب الطرف الاخير وهو المتحدث اليه، هل موجود في الآية؟ لا، اخفاه الله هنا. ليه؟ عشان نتدبر، عشان نشوف
مين الطرف اللي هنتكلم معاه، هنتحدث اليه. انا يعني بتدبر المعاني حصلت على 3 اطراف. طبعا البعض يقول لك لا، ده هو طرف واحد، ان نتحدث بالنعمة يعني الفلوس مثلا، نتحدث بالصدقة للناس بالنعمة. يعني كلام سليم، كلام صحيح فعلا فعلا، ولكن انت حددت طرف واحد فقط، وهو مين؟ وهو المخلوقات. يعني نقدر نقوله المخلوقات، لان نعمة الرزق مثلا، ربنا اعطاني رزق طعام مثلا، فانا اتحدث بهذا الطعام ان انا ادي جزء منه مثلا لواحد فقير، جميل، وممكن اديه للطير، وممكن اديه لحيوان، طيور، كلاب. يبقى نقوله ان الطرف هنا وهو مخلوقات الله عز وجل. بس اسمح لي بقى، ده مش الطرف الوحيد، ده في اطراف تانية هنقولها دلوقتي. ولو توصلت الاطراف اخرى يا ريت تكتب لنا في التعليق هذه الاطراف عشان نستفيد بيها كلنا، لان ده فتح من الله عز وجل. ربما ربنا يفتح لنا واحد يوصل لطرف احنا ما وصلناهوش. تعال نشوف بقى الاطراف المخفية اللي اخفاها الله في هذه العملية. 4 اطراف لعملية الحديث، ربنا ذكر 3 منها واخفى الرابع. تعال نشوفوا بقى ايه الاطراف اللي ممكن نوصل لها. واما بنعمة ربك فحدث. ماشي، اول حديث ان تتحدث مع نفسك اولا. يا سلام، ايوه، تتحدث مع نفسك. طب اللغة بنعمة. نعمة ايه؟ نعمة التفكر. الله، يعني ان تتفكر الاول في النعمة. والله انا ربنا سبحانه وتعالى اعطاني نعمة، فأتفكر فيها، أملأ قلبي بطاقة الامتنان، بطاقة التفكر في النعمة، أستشعر النعمة. أنت ترى وغيرك لا يرى. جميل. أنا أسمع وأتكلم وأتحرك، وغيري لا يستطيع أن يسمع ولا يستطيع أن يتكلم، وقاعد على كرسي قعيد، لكن انا بتحرك. يعني استشعر النعمة. ده بداية، دي اول شيء، ان انا استشعر النعمة. احنا بنتكلم يا جماعة دلوقتي في مفتاح الغنى. انا بديك المفتاح، والله والله لو طبقت هذا المفتاح هيتحقق الغنى، هتوصل للغنى. الغنى في كل شيء. جرب، اليوتيوب مليان فيديوهات كيف تزيد من الرزق. كرر هذه الآية مش 40 مرة، والله صدقوني أبدا. السر في سورة الضحى، السر في الآية رقم 11، وأما بنعمة ربك فحدث. السر في الحديث، الحديث عن النعمة بالنعمة. فأن تتحدث إلى نفسك بنعمة التفكر عن النعمة اللي انت عايزها. انا عايز ابقى غني مثلا، خلاص يبقى انا امسك الفلوس اللي معايا. انا شغال في حتة وباخد قد كده، استشعر هذه النعمة الاول. غيري مش لاقي شغل، غيري ما بيوصلش لهذا الرقم مثلا، استشعر النعمة بنعمة التفكر الاول. ده بداية. يبقى هذا ده الطرف الاول. يبقى احنا كده بنتكلم في الطرف الاول. جميل، ندخل بقى على الطرف الثاني. الطرف الثاني هو مين؟ الطرف الثاني هو الله، الله سبحانه وتعالى، الله الذات العالية، وهو الطرف الثاني. وبالترتيب، اولا ان تتحدث الى نفسك بنعمة التفكر. ثانيا ان تتحدث الى الله بنعمة الذكر. الذكر نعمة، لا الذكر عبادة. الذكر نعمة وعبادة، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينعم على الشخص الذي الغافل
ولكن يعطي هذه النعمة للذاكر، فهي نعمة أولا ثم عبادة. يبقى أنت تتحدث إلى الله سبحانه وتعالى بنعمة الذكر، عن النعمة بتاعتك. احنا دلوقتي في الفلوس وانا بقى عايز ابقى غني، احمد الله على هذا المال، احمد الله سبحانه وتعالى على هذا المال، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يبقى ده الطرف الثاني اللي انا اتحدث اليه. السر كله في الحديث، السر كله في الكلام اللي بيطلع من بقي. أن أتحدث إلى الله سبحانه وتعالى بنعمة الذكر. الطرف الثالث زي ما كلنا عارفين بقى، وهو المخلوقات جميعها. أن أتحدث إلى المخلوقات، بس اللغة هنا والموضوع هو حاجة واحدة، هو النعمة، ذات النعمة. يعني مثلا النعمة المال، يبقى اللغة هتبقى لغة المال. مش هروح الناس واقول لهم ده انا باخد فلوس قد كده هفتح على بابي، افتح عليا بقى باب حسد وباب ابقى معين ومشاكل. اتحدث بلغة المال. الحمد، يعني هنرجع تاني معلش للتحدث الى الله سبحانه وتعالى وهو بنعمة الذكر. الحمد له فوائد عظيمة جدا، مش بيزود النعمة فقط ولكن له فوائد جمة. يعني من قال عند طعام الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول مني ولا قوة، النتيجة ايه؟ غفرت ذنوبه. الحمد جميل. هنرجع بقى للتحدث الى المخلوقات بالنعمة، بلغة النعمة. هنا اللغة اختلفت. لما تحدثت الى نفسك انت طبعا بتتكلم على نعمة المال، فتحدثت الى نفسك بنعمة التفكر، يبقى اللغة غير الموضوع. لو تحدثت الى ربك اللغة مختلفة، بنعمة الذكر عن نعمة المال. ولكن لما تتحدث الى المخلوقات فالنعمة واللغة بتكون حاجة واحدة. كده تمام؟ كده تمام. طيب العكس، يعني ايه العكس؟ يعني ما تحدثش بالنعمة، ما تحدثش بالنعمة، وما اتحدث بايه؟ اتحدث بالفقر. يا مصيبة، يا مصيبة السودة بقى. التحدث بالشكاوي، وان انا اقعد اشتكي، وان انا لا اذكر النعمة، دي مشكلة كبيرة. تسألها عن نفسها تقولك تعبانة، اولادها فاسدين، لا صلاة ولا مسؤولية ولا بيجيبوا ولا بيروحوا، الشغل اللي حضرتك شغالة فيه زفت ومشاكل وزمايلي حتى لو راحت اي مكان، لو راح اي مكان يرجع لك بشكوى، يروح يجيب عيش من الفرن يرجع لك بشكاوي، ده اللي جنبي قال واللي قدامي عمل. لو راكب وسيلة مواصلات ده حصل وحصل ومشاكل، تشتكي من جيرانها، تشتكي من عيلة. عضلة اللسان تعودت على الشكوى والكفران. كفران، استغفر الله العظيم، انت بتقول اللي بيعمل كده بيكفر؟ مش كفران الله عز وجل، ولكن كفران النعمة. الكفر معناه التغطية والإخفاء. وقليل من عبادي الشكور. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما إيه؟ كفورا. يبقى الشكر عكس الكفر. وكفور كمان، يعني لغة تفضيل. فالشخصية دي بتجلب على نفسها المشاكل والفقر في كل شيء. فأرجوك ابعد عن الشخصية دي. يعني لو تعرف حد بهذه الشخصية الشاكي دائما، اللي بيقعد يشتكي على طول، ده ابعد عنه. ليه هتبعد عنه؟ لانك انت هتصاب بالفقر. طب انا مالي، ده هو اللي بيشتكي. بص، في قصة، نرجع لقصة سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم له قصة، وهو ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة ابراهيم عليه السلام مع ام اسماعيل عليه السلام، وترك ابراهيم خليل للام وولدها عند البيت المحرم. كلنا عارفين هذه القصة. طيب، كبر سيدنا اسماعيل وشاب في وسطيهم، فزوجوه يعني واحدة منهم يعني. سيدنا ابراهيم ذهب ليتفقد، طبعا عايز بقى يزور بقى سيدنا اسماعيل بعد ما اتجوز وكبر يعني. وطبعا ام اسماعيل ماتت،
فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، ما لقاش إسماعيل في البيت، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، يعني رايح يشتغل يعني. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، انتوا عايشين ازاي؟ شوف بقى قالت ايه بقى، استلمت مفتاح الفقر وبعدت قوي 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 عن سورة الضحى ومفتاح الغنى. قالت نحن بشر، نحن بشر، نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال سيدنا إبراهيم بقى قال لها فإذا جاء زوجك أو زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. بس رسالة وصلت، يعني لازم انت تتغيري. فلما جه إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال، قال للست دي هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ من كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشتنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقر عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. طبعا طلقها وتزوج، كلنا عارفين هذه القصة، تزوج تانية، فذهب سيدنا إبراهيم للزوجة التانية، طبعا سألها عن عيشتهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة. الله، هنا تحدثت بالخير، تحدثت بالخير وأثنت على الله، نحن بخير وسعة وأثنت على الله. فطبعا شيء جميل، هي تسلمت مفتاح الغنى دلوقتي. فقال ما طعامكم؟ سيدنا إبراهيم بيسألها طعامكم ايه؟ قالت اللحم. قال فما شربكم؟ قالت الماء. فقال سيدنا إبراهيم اللهم بارك لهم في اللحم والماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحتة دي ولم يكن لهم يومئذ حب، مفيش فلوس، مفيش حاجة جوه، مفيش خزين، ولو كان لهم دعا لهم فيه. طيب احنا هنستفيد ايه من القصة دي بقى؟ هنستفيد ان الشكوى بتجلب الفقر. طب ليه سيدنا ابراهيم مثلا ما قالش سيدنا اسماعيل اصبر واحتسب طبعا ما قالش كده لانه يعلم ان تأثير السيدة دي هيكون على سيدنا ابراهيم هو كمان. ازاي؟ على سيدنا اسماعيل، اسف، ازاي؟ بصوا يا جماعة، اللي بيشتكي نفترض مثلا بتشتكي من الولاد وبتشتكي من الزوج وبتشتكي من الجيران وبتشتكي من المسكن، سواء ضيق ولو هو واسع يبقى ما فيش شمس، ولو هو في شمس يبقى في ادوار عليا، ولو هو ادوار عليا يبقى في حته بعيده، ولو هو حته بعيده قريبه. بتشتكي هذه الام اللي بتشتكي، طبعا مش هنقدر نبعد عن الام، ما دي بقى هنقول لكم الحل ايه دلوقتي. هتبص تلاقي الاولاد جالهم مشاكل. ليه؟ عشان هي تشتكي من المشاكل اللي جالها لاولادها. فكل اللي يعرفها اخواتها هيجي لها مشاكل، هيجي لهم مشاكل. ليه؟ عشان تشتكي، بس اخواتي والله عندهم وعندهم. عشان كده سيدنا ابراهيم قال ابعد عن الشخصيه دي، لانك ستكون جزء من شكواها في يوم من الايام. شفت جايه ازاي؟ فاللي بيشتكي عضله اللسان تعودت على الشكا. الكلام اللي بنقوله او انا يجاز علي رسول الله قال ثكلتك امك وهل يكب الناس على وجوههم الا من حصائد السنتهم. السر العظيم في اللسان. ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور بيقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. اكتر ناس بيفهم الايه دي وبيرددها ان في حاله الزواج بين الراجل الطيب بيجوز المراه الطيبه والرجل الخبيث للمراه الخبيثه. ده مفهوم خاطئ. هذه الايه ذكرت في سوره النور بعد حادثه الافك التي رميت بها امنا عائشه رضي الله عنها، رماها المنافقون بالزور والباطل، فانزل الله براءتها في القران
هذا القرآن يتلى إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى بعد ما ذكر هذه الحادثة، يعني حادثة الإفك: الخبيثات للخبيثين، يعني الكلمات الخبيثات اللي بيقولها لا يقولها إلا الخبيثين، والخبيثون للخبيثات، يعني تأكيد من الله أن الخبيثون من الناس يقع في الكلمات الخبيثات، والطيبات للطيبين، يعني الكلمات الطيبات تصدر من الطيبين من الناس، والطيبون للطيبات، يعني الناس الطيبة يصدر عنهم كلمات طيبة. في سورة الحج من نعم ربنا سبحانه وتعالى في الجنة: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الكلام اللي بنقوله بيحدد يعني بيحدد احنا رايحين فين. هنرجع للخبيثات للخبيثين. لو هي للزوج والزوجة، طب ما فرعون كان متزوج مين؟ كان متزوج آسيا رضي الله عنها، ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن: قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. سيدنا نوح وسيدنا لوط وهما من الأنبياء كان زوجاتهما خبيثات، وقال لهما ادخلا النار مع الداخلين. فالكلمات اللي بنقولها هي اللي بتحدد مصيرنا، سواء من الغنى أو لو والعياذ بالله من الفقر. سورة الضحى نقراها كتير وبنسمعها كتير. النهاردة تعرفنا على السر، وتعرفنا على أطراف على عملية الحديث، وحددنا الأطراف التي أخفاها الله حتى نتدبر ونتفكر. فاللي عنده طرف رابع يذكره في التعليقات ويقوله. وأتمنى إن احنا نكونوا وصلنا وخدنا حاجة النهاردة من سورة الضحى، وإذا كان في خطأ فمن نفسي، وإذا كان في صواب من الله سبحانه وتعالى. وأشكركم على حسن الاستماع، ولنا لقاء آخر في سرين تانيين اللي هم المأوى. كيف يأويك الله، كيف تكون في مأوى من الله سبحانه وتعالى. الله سر عظيم أيضا هنعمل له فيديو منفصل. ثم السر الثاني وهو الهدى، كيف يهديك الله. أنا عايز الهدى. ربنا سبحانه وتعالى خلى دعوة واحدة بس بنقولها 17 مرة في الصلاة. طبعا الدعوة دي كلنا عارفينها: اهدنا الصراط المستقيم، هي الهداية. فإن شاء الله لنا لقاء، واشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.